السلام عليكم اخواتي ومرحبا بكم فيديو جديد على قناة عالم الياسمين. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة. بما انه موسم ديال البرتقال فبغيت نشارك معكم هذه الكيكة ديال المول العجيب بكريمة البرتقال. تجي بنينة بزاف وايضا سهلة في التحضير ديالها بمكونات جد بسيطة متوفرة في كل بيت. فتابعوا معايا اخواتي الفيديو الاخير. بسم الله، نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات غنحتاجو 3 حبات ديال البيض، كاس معمش ديال الزيت النباتيه، استعملت كيسان ديال العنبه، كاس ديال الحليب، كاس ديال السكر، واحد خماره، واحد ساشي ديال الفاني، وهنايا غنحتاجو قشور ديال الشين، وايضا دقيق على حسب الخليط. في اناء غنعملو 3 حبات ديال البيض وغنضيف عليهم السكر والفاني وغنخلطو جيدا بالطراب اليدوي. هاد الكيكه البنات صراحه كيجي رائع شكلا ومذاقا، والاهم سهل في التحضير ديالو، كتوجديه في اقل من 10 دقائق. وخاصه بما انه موسم ديال البرتقال والبرتقال متوفر بكثره، فكنصحكم انكم تجربوا هاد الوصفه، انا متاكده غتولي معتمده عندكم. صافي، من بعد ما خلطت هاد المكونات جيدا دابا غنضيف الزيت، كاس معامرش ديال الزيت، استعملت كيسان ديال العنبه، وايضا غنضيف مبشور ديال البرتقال، قشور ديال البرتقال، وايضا غنضيف الحليب مع التحريك، وفي الاخير غنضيف النواشف. هنايا درت 7 معالق كبار ديال الدقيق، وايضا واحد ساشي ديال خميره حلويات وزن 7 غرام. بالنسبه للدقيق على حسب الخليط، ممكن انكم تزيدوا او لا تنقصوا حتى كتحصلوا على واحد القوام كيكون على هذا الشكل. صافي، من بعد ما نخلطوه جيدا مباشره غنديروه في المول. هنايا استعملت المول العجيب اللي دهنته بالزبده ورشيت عليه الدقيق. مباشره كنفرغ عليه الخليط وكندخلو للفران. من بعد ما طاب ليا الكيك غنخليوه جانبا وغنتقلو باش نوجدو الطبقه الاولى ديال الكريمه اللي غنحتاجو فيها نص لتر ديال الحليب، وايضا غنحتاج الكريم باتيسري. غنخلطوهم جيدا وهما باردين، عاد غنديروهم فوق النار مع التحريك المستمر باش ما تلصقش ليكم حتى كيعقد لينا الخليط وكيولي على شكل كريمي. صافي، من بعد ما وجدنا الكريمه واللي تتجي على هذا الشكل مباشره غنفرغوها على الكيك. من بعد ندخلوها للثلاجه تبرد بين ما وجدنا الطبقه الاخيره ديال كريمه البرتقال. بالنسبه للكريمه ديال البرتقال غنحتاجو هنايا 2 كيسان ديال عصير البرتقال، غنديرهم في كسرونه، غنضيف عليهم ملعقه ديال السكر وايضا ملعقه كبيره ديال النشا اولا المايزينا، وغنحرك هاد المكونات جيدا. من بعد مباشره غنديرهم فوق النار مع التحريك المستمر. ضروري البنات تبقاو تحركوا باش ما ديرش لكم تكتلات. صافي، حتى كنتحصلوا على واحد القوام كريمي كيكون متماسك. غنضيفوه على الطبقه الاولى. هذا هو القوام اللي كنتحصلوا عليه. مباشره كنكبوه على الطبقه الاولى. صافي، وغنعاودوا ندخلوها للثلاجه حتى تبرد وتماسك ليا ديك الطبقه. فبقوا معايا اخواتي باش تشوفوا الشكل النهائي كيفاش كيجي. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي حضرت معكم اليوم بمذاق البرتقال. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك، وايضا تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم. تلاقوا فيديو اخر مع وصفة جديدة. بالصحة والراحة.